لن يقود ذلك إلى حرب لا تنتهي. فرضا حارب كل منكم على جبهته وتم القضاء على الإرهاب، ثم اختلفتم، تبدأ المسلسل، يبدأ الفيلم الهندي كما نقول بالعامية، الفيلم الهندي يبدأ من جديد ويستمر إلى ما لا نهاية. ما النهاية؟ كيف نحسم هذه القضية دكتور؟ يعني أنت أخي معتصم، نعم، وصفت الحالة بشكل واقعي. أولا ليس هناك من ثقة على الإطلاق. يعني النظام لم يستجب لأي من النداءات التي وجهت إليه قبل أن تكون هناك صراع مسلح في سوريا. يعني قبل أن تنطلق الثورة إلى العسكرة، حتى قبل قيام الثورة، عندما كانت هناك نداءات ورسائل للنظام لإيجاد حالة من الحياة السياسية المرضية للشعب، لم يلبي على الإطلاق. ثم كما يقال العاقل من يتعظ من غيره. عندما قامت الثورة في تونس ومن ثم انتقلت شرارتها إلى الدول العربية الأخرى، كان بالإمكان للنظام أن يبادر لإطلاق نوع من الحريات، يعني للتجاوب مع الحراك الشعبي الذي شهدته سوريا في بدايتها. وإنما عندما صم آذانه لم يعد هناك مجال للثقة به على الإطلاق. لو كان هناك في نوع من الثقة على الأقل، كان أولئك اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات خارج سوريا، هؤلاء لو كان لديهم ثقة بالنظام لعادوا إلى داخل سوريا على الأقل. ولكن غياب هذه الثقة ما زال الكل متمتز في مكانه. نعم، الصراع في سوريا سوف يطول، ولكن يعني المشكلة بأنه أن يطول إلى نهاية لا أعتقد ذلك، لأن هذه الشرارة الموجودة في سوريا عفوا سوف تنعكس على دول المنطقة، على الدول الإقليمية. ونحن نشهد اليوم الصراع في العراق وما يجري في العراق، وقد ينشب هذا الصراع قريبا في لبنان، وقد يمتد حتى تركيا. لذلك هذه الشرارة لابد للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن، عندما يكون هناك تهديد في منطقة معينة خارج إطار دولة معينة، عليه أن يتدخل، وحينها سوف يتدخل. يعني ونحن اليوم نشهد داعش تتمدد على الأرض السورية، يعني أصبحت اليوم تقريبا على حدود ريف دمشق، وبالتالي سيطرت على مساحات واسعة. إلى متى سيبقى هذا التنظيم يتمدد؟ وبالتالي كافة الدول تقف متفرجة. إيران أعلنت منذ أيام بأنها أيضا سوف ترسل من الحرس الثوري ما قوامه الآلاف من المقاتلين لتغيير المعادلة العسكرية. إذن هناك المصالح الإقليمية أيضا تطغى على المصالح الدولية. يعني لدينا في المنطقة تركيا، السعودية، إيران، تلك الدول الثلاث ومعهم مصر قد يكون لهم دور فاعل لإيجاد حل للصراع ووجود تنازل بما يضمن تطبيق مبادئ جنيف واحد، تلك المبادئ التي أقرها المجتمع الدولي. وأنا أعتقد وأقول جازما بأنه خارج مبادئ جنيف واحد كحل سياسي لا أعتقد بأنه سوف يكون هناك أي مبادئ أخرى. وديمستورا أنا أتوقع أيضا بأنه مع نهاية الفترة التي أعطاها لنفسه في نهاية شهر حزيران الحالي، عندما يستشعر بأن ليس هناك من أمل لنجاح مهمته، قد يحفظ ماء وجهه، وبالتالي يقدم استقالته متنحيا عن هذه المهمة حتى يجد مجلس الأمن المخرج لكي يضغط على الجميع، يعني أما بإلزام النظام بطريقة أو بأخرى، أو بإلزام المعارضة بالجلوس إلى طاولة حل سياسي، يعني طلب مفاوضات. لأن الحل في سوريا هو في النهاية حل سياسي. يعني المشكلة جميعنا مؤمن بأن الحل في سوريا هو حل سياسي. كل الدول الداعمة والمتداخلة في الصراع في سوريا تقول بأن الحل سياسي، ولكن هذا مجرد إعلام ومجرد كلام لم ينتقل إلى حيز التطبيق على الإطلاق. نعم دكتور، أنت عودة إلى المربع، لا يبدو أنني لا أود أن أفارق هذا المربع. التعاون معا لمحاربة الإرهاب ثم حل المشكلات السياسية، أم محاربة الإرهاب كل على حدة ثم الحل السياسي؟ وهنا خطر بذهني أثناء حديثك مثال صارخ على خطورة المحاربة
ولكن لم تكن إرهابا وإنما محاربة نظام، محاولة إسقاط نظام. أعود بك وبمشاهدينا الكرام إلى الحالة الليبية. ثورة اشتعلت تضامنت فيها الجماعة الإسلامية المقاتلة، وهي فرع من أرجو المعذرة، فرع للقاعدة، كانت تنظيم القاعدة في ليبيا، وكان معظم أعضائها في السجون. تعاونت مع المواطنين العاديين من الذين لا ينتمون إلى انتماءات سياسية، مع الإخوان المسلمين، مع اليساريين، مع القوميين، مع مختلف التيارات، وحاربوا العقيد القذافي الراحل. بعد عدة أشهر سقط النظام، تغير الوضع، ولكن عاد الذين تضامنوا معا عادوا ليحارب كل منهم الآخر، والنتيجة تراها الآن في ليبيا. هل هذا هو المطلوب في سوريا دكتور؟ إذا طبقنا السيناريو الذي تقول به فسيقودنا إلى نفس الشيء، أليس كذلك؟ أخي معتصم، الحالة السورية تختلف عن الحالة الليبية على الإطلاق. يعني في ليبيا هناك مجتمع متجانس أو مجتمع واحد بالأحرى. يعني أنا يعني صراحة وأقسم بالله لا أحب التكلم بالمذهبية على الإطلاق. يعني المجتمع الليبي هو مجتمع سني بالكامل، ولكن الخلافات هناك هي لوجود جماعة الإخوان المسلمين التي تريد الاستحواذ على السلطة. أما في سوريا لدينا نسيج، يعني لدينا العديد من الإثنيات القوميات، ولدينا العديد من الديانات والمذاهب. يعني المجتمع السوري مختلف عن المجتمع الليبي. ثم أننا نحن في سوريا يعني هناك جماعة الإخوان المسلمين. أولا هذه الجماعة ملفوظة من الداخل السوري. يعني المجتمع السوري صحيح في غالبيته فرضا بحدود 60 أو 70% يعتنق الديانة الإسلامية أو السنة بالأحرى، ولكن هؤلاء يعني المجتمع بلاد الشام إجمالا هي من المجتمعات المتجانسة التي لا تقبل بعقلية التطرف. يعني الإخوان المسلمين ليس لهم رصيد على الساحة السورية، وبالتالي تلك الجماعات التي اليوم تنتمي لهذا الفكر أو لهذا التطرف لن تجد لها مكانا على الساحة السورية. ولو كانوا يعلمون، ومن يدعمهم لو كان يعلم بأن جماعة الإخوان المسلمين لديها من الرصيد ومن الحشد الشعبي في سوريا لديها ما يؤهلها للاستمرار، لما حل المجلس الوطني أو بصيغة أخرى لما تم إعادة إنتاج نفسه من خلال الائتلاف الذي هو مسيطر عليه. لذلك هؤلاء لن يكون لهم أي رصيد في سوريا. حتى الائتلاف اليوم هو مسلوب الإرادة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأكبر دليل على ذلك مؤتمر المعارضة الثاني الذي سيعقد بالقاهرة بعد أيام. الائتلاف كهيئة موجودة أو كجسم سياسي أعلن مقاطعته لهذا الحضور، على الرغم من وجود أعضاء سيشاركون بهذا المؤتمر. السبب في ذلك لأنه تم إبعاد جماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يعلمون حقيقة بأن ليس لهم رصيد، لذلك هم يحاولون دائما الاختباء خلف أصبعهم. تارة برهان غليون عندما كان رئيس المجلس الوطني هو رجل ليس إسلامي على الإطلاق، على العكس من ذلك هو شيوعي. ثم عبد الباسط سيدة كردي، ثم أخيرا جورج صبرا. يعني على أساس أن الإخوان المسلمين لا يهمهم من يكون في الرئاسة أو من يكون في القمة بغض النظر عن دينه، ولكن هم في الحقيقة مكشوفون للشعب السوري. ولا نخشى الجماعات المتطرفة في سوريا عندما توجد هناك قاعدة للحل السياسي في سوريا. تلك الجماعات سوف تندثر وسوف تلوذ بالفرار. يعني الغرباء سوف يخرجون خارج سوريا اليوم حتى نستطيع. يعني يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن بخروج كل من هو ليس بسوري، يعني كل من قدم إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة أو إلى جانب النظام عليهم مغادرة سوريا، ومن ثم جمع كافة الأطياف إلى طاولة حوار سياسي يتم من خلالها تطبيق مبادئ جنيف واحد. نعم، حل سياسي يا دكتور، حل سياسي ننتقل عبره ومن خلاله وباستلهامه لحل الأزمة. كيف الآن، صغ لي من فضلك في تصورك إذن
حل سياسي مطلوب لجمع الفرقاء السوريين أبناء الوطن الواحد الذين اختلفوا وحمل حتى بعضهم السلاح ضد الآخر، لكنهم أبناء وطن واحد. حل سياسي ومع ظل وجود إرهاب، كيف نصيغ العلاقة بشكل عقلاني دون شطح، دون شطط، ودون الوقوع في أي في فخ ما قد يودي بالوطن وقد يودي بالمواطن، وبحيث لا نغفل عمل الإرهاب الموجود أمامنا على الأرض في تقديرك؟ أستاذ معتصم، يعني اليوم لتدعو الولايات المتحدة الأمريكية أو مجلس الأمن جميع الفرقاء في سوريا إلى الاجتماع إلى طاولة الحوار لتطبيق مبادئ جنيف واحد. نعم. تلك المبادئ كما قلنا وافق عليها الجميع. أنا أقول وأؤكد بأن الكل سوف يركض مهرولا إلى تلك الطاولة حتى يثبت وجوده ويثبت بأنه هو مسؤول عمن هو يدعي تمثيلهم أو يمثلهم. الجماعات المتطرفة كما قلت لك بأننا نستطيع الخلاص منهم بكل سهولة، لأنه عندما يتم التوافق على ما تم الاتفاق عليه من خلال مبادئ جنيف واحد، حينها ننتقل إلى العملية الثانية أو إلى الخطوة الثانية من خلال إعادة دمج وهيكلة القوات المسلحة والجيش العربي السوري ودمج الجيش الحر، ومن ثم من يرغب من أولئك الثوار الذين حملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم وعن عرضهم وعن أموالهم، من يريد الاندماج ضمن هذا الجيش الوطني الجديد. حينها سيتفرغ الجميع لمحاربة الإرهاب. ولا أعتقد على الإطلاق بأن هناك سوري واحد يؤمن بسوريا يرغب بترك سوريا أو يريد مغادرة سوريا. الكل يريد أن يعود إلى حياته الطبيعية التي كان يعيشها قبل اندلاع الثورة في سوريا، والكل سوف تجدهم أيديهم ببعضهم لمحاربة الإرهاب. الإرهاب في سوريا كما قلت في بداية حديثي هو دخيل على الشعب السوري وليس نتاج من الشعب السوري. لذلك كل أولئك الغرباء سوف نستطيع بإمكاننا إعطائهم أحد الخيارات، إما إلقاء السلاح وبالتالي العيش كمواطنين عاديين، أو عليهم مغادرة البلاد، أو سوف يكون مصيرهم القتال والقتل بالنتيجة. وفق هذه الأسس أنا أقول بأن الكل سوف يركض ويهرول إلى تلك الطاولة. من يريد أن ينأى بنفسه عن تلك الطاولة هذا شأنه. وأنا ضربت مثال منذ أيام عندما غاب فصيل عن طاولة الحوار في الرياض بما يخص الأزمة في اليمن. ليس هناك من مشكلة إن غاب الإخوان المسلمين أو غاب تيار آخر معهم. المهم من يريد وحدة سوريا ووحدة المجتمع السوري والنسيج السوري، أنا أقول بأنه لن يتردد ولن يتأخر في الإقدام وعمل أي شيء يضمن هذا ويضمن وحدة الشعب وينهي معاناة شعبنا بالكامل. دكتور عماد، أشكرك شكرا جزيلا. كان معنا أعزائي المشاهدين دكتور عماد الدين الخطيب رئيس مجلس العموم السوري والأمين العام لحزب التضامن، له الشكر الجزيل. أعزائي المشاهدين، القضية بلا شك